بتبدأ الحكاية في المستقبل، وعلى رصيف تلجي في القطب الجنوبي أنتاركتيكا. كان جيسون واقف في أمان الله بيجمع شوية عينات من التلج علشان الأبحاث، وفجأة ومن غير أي إنذار لاحظ إن الأرض تحته بدأت تتشقق، وفي لمح البصر التلج اللي شايله نهار وقع بيه. بس من حسن حظه ومن لطف الأقدار، المشرفين بتوعه لمحوه هو في الخطر ده وتصرفوا بسرعة البرق علشان ينقذوه. جيسون اضطر يسيب الحفار بتاعه يقع، وبدأوا يسحبوه تاني للسطح بطلوع الروح. وفي اللحظة دي جاك قرر يخاطر بحياته ونط نطة مجنونة للناحية التانية من الشرخ اللي اتفتح في الأرض علشان يلحق عينات التلج اللي جمعوها قبل ما تضيع في الهاوية. وهو راجع بقى رجله اتزحلقت وكان هيقع وقعة توديه في داهية، بس زمايله الرجالة قدروا يلحقوه ويشدوه لفوق في آخر لحظة. وبعد كام يوم لما رجعوا أمريكا، جاك فجر قنبلة قال إنه لقى في البعثة دي أدلة قاطعة بتثبت إن حصل تغيير مناخي كارثي من أكتر من 10,000 سنة. وعلى حسب كلامه تركيز الغازات الدفيئة أو الاحتباس الحراري اللي محبوسة جوه التلج بتقول إن الاحتباس الحراري اللي خرج عن السيطرة وقتها دخل كوكب الأرض في عصر جليدي استمر قرنين بحالهم. جاك عالم مناخ وفاهم شغله، وكان مقتنع إننا داخلين على عصر جليدي جديد وقريب جدا. بس المشكلة إن ما كانش عارف يحدد إمتى بالظبط الضربة دي هتيجي إمتى. قال ممكن تحصل كمان 100 سنة وممكن 1000 سنة. بس الحقيقة المرة هي إن لو البشرية ما لحقتش نفسها ولحقت تتصرف دلوقتي، كوكبنا هيتحول لفريزر كبير، والتجمد ده هيكون مصير محتوم مفيش مفر منه. مفيش كام يوم عدوا ودول كتير بدأت تشتكي من تغييرات غريبة وعنيفة في درجة الحرارة. وفي اليابان الموضوع قلب بجد، الناس بقوا بيتحدفوا بقطع تلج نازلة من السماء زي الطوب. وفي اليوم ده آلاف الناس اتصابت واتعورت بسبب القصف التلجي ده، وناس تانية بيوتها اتخربت وطارت بسبب الأعاصير القوية اللي ضربت البلد. وفي نفس اليوم ده بعد الظهر، وبعد ما جاك خلص شغله، وصل ابنه سام للمطار علشان كان مسافر نيويورك يشارك في مسابقة أكاديمية للمتفوقين. وأول ما سام ركب الطيارة وبدأت تعلى في الجو، الرحلة اتقلبت رعب. مطبات هوائية عنيفة جدا لدرجة إن الشنط اللي في الرفوف فوق الركاب بدأت تقع عليهم، والناس جالها حالة هلع وصريخ. ولحسن الحظ الطيارة قدرت توصل بالسلامة في الآخر لوجهتها. أول ما وصلوا نيويورك وهم مزنوقين في زحمة المرور الخنيقة مع 2 من أصحاب سام، بص للسماء ولقى منظر غريب جدا. أسراب طيور بتهاجر وبتهرب برا المدينة بشكل جماعي وكأنها حاسة بحاجة غلط. وفي نفس الوقت في جنينة الحيوانات الموظفين لاحظوا إن الحيوانات هايجة ومش على بعضها وقلقانة. وفي نص الليل تليفون جاك رن. كان البروفيسور تيري اللي قاله انه عنده اسباب قوية تخليه يصدق ان العصر الجليدي بدأ بالفعل. اجهزته سجلت كارثة، انخفاض مفاجئ في درجة حرارة المحيطات بمقدار 14 درجة مئوية مرة واحدة. وفي نفس الليلة دي اعصار ضخم ومرعب بدأ يتكون في ضواحي مدينة لوس أنجلوس. فريق من الصحفيين ركب هليكوبتر علشان يصوروا الخراب والدمار اللي عملته الأعاصير دي، وسجلوا لحظة تاريخية ومرعبة وهي تدمير علامة هوليود الشهيرة. ومع انتشار الأعاصير في كل حتة في المدينة، الفوضى عمت في لوس أنجلوس والناس بقت تجري في الشوارع بتحاول تهرب بجلدها. ولأن المطار اتدمر على الآخر ما كانش فيه مهرب غير الطرق البرية. بس طبعا من كتر الزحمة العربيات طارت وركبت فوق بعضها. واحد من الصحفيين وهو واقف في الشارع بيحاول يصور الإعصار خبطته لوحة صاج طايرة طيرته وموتته، وسكان كتير راحوا فيها وهم مستخبيين جوه بيوتهم اللي اتهدت عليهم. وتاني يوم الصبح الحكام والعلماء عملوا اجتماع طارئ علشان يشوفوا حل للكوارث الطبيعية اللي نازلة تلطش في الكوكب دي. وجاك اتكلم بصراحة، قال لهم ان الظواهر دي بتحصل بدري عن ميعادها اللي هو توقعه بكتير، والسبب ان في كمية مهولة من المية العذبة نزلت في المحيط بسبب ذوبان الجليد المتسارع. وعلشان يثبت نظريته ويجيب أدلة قوية يقنع بيها الحكومة الأمريكية علشان تاخد إجراءات ولو مسكنات علشان تحمي الناس، جاك جمع فريق علماء يساعدوه يقفل أبحاثه وحساباته. وبعد ما خلصوا الحسابات اكتشفوا المصيبة السوداء. خلال 6 ل 8 أسابيع بالكتير الكوكب كله هيكون اتجمد. بس للأسف لما عرض النتائج ونموذج المحاكاة بتاعه، نائب الرئيس طنشه ولا كأنه سمع حاجة. ما كانش عايز يعمل قلق وذعر للناس، وكان عنده قناعة غريبة إن الجو هيرجع لطبيعته قريب. ومع طلوع النهار بعتوا فريق طيران يستكشف السحب اللي بتتكون فوق المحيط. وأول ما قربوا من كتلة الجليد
حصلت حاجة غريبة، الزيت الهيدروليكي في الطيارات بدأ يتجمد. فجأة مروحة واحدة من الهليكوبترات وقفت عن الدوران، والطيارة وقعت ورشقت في الأرض. بعدها بدقايق باقي الطواقم شافوا الكابلات واللوحات عندهم بتتغطى بالتلج، ووقعوا هم كمان وعملوا حوادث بشعة. واللي قدر ينجو من الوقعة وحاول يخرج من الطيارة اتجمد مكانه وهو حي في ثواني. بعد ساعات لما الأخبار وصلت، تيري كلم جاك وقال له على معلومة سرية. من ساعتين 3 طيارات هليكوبتر وقعوا في اسكتلندا لأن الوقود اتجمد جوه المواسير، لأنهم كانوا طايرين في درجة حرارة 65 تحت الصفر. ولما جاك بص على صور الأقمار الصناعية وقت الحادثة، لقى حاجة شبه الإعصار بتتكون فوق اسكتلندا، وأدرك إن ده مش إعصار عادي، ده دوامة جليدية. في الوقت ده في نيويورك، سام وصحابه لقوا مكان يباتوا فيه عند واحد صاحب لورا، لأنهم اضطروا يأجلوا سفرهم ورجوعهم لواشنطن بسبب المطر اللي ما بيوقفش. بقالهم 3 أيام والمدينة اللي ما بتنامش بتواجه عواصف شديدة، وعلشان كده حركة القطارات والطيارات وقفت تماما. ولما البلاعات اتسدت والشوارع بدأت تغرق وتتحول لأنهار، الناس بقت تجري تستخبى في المحلات والمباني. وسام فهم إنهم لازم يخلعوا من المدينة دي فورا قبل فوات الأوان. وقت ما السلطات بتحاول تهدي الناس وتلم حالة الرعب، البحر هاج وموجة عملاقة اتحركت ناحية نيويورك. الناس لما شافت الموجة جاية حاولوا يجروا، بس الموجة كانت أسرع وبلعت آلاف الناس في الشوارع وجرفتهم معاها. لورا من غير ما تفكر في الخطر قررت ترجع علشان تساعد أم وبنتها كانوا محبوسين جوه تاكسي. وسام طبعا ما قدرش يسيبها وجري وراها فورا. ولما شاف ان صاحبته حياتها في خطر، شدها من العربية وطلعها، وجريوا هما الاتنين استخبوا في المكتبة العامة اللي المية دخلتها وغرقت الدور الأرض بتاعها. وفي نفس الوقت جاك عن طريق برنامج كمبيوتر قدر يعيد بناء الدورة الحرارية، واكتشف ان العاصفة دي بتسحب الهواء البارد المتلج من طبقات الجو العليا وبتنزله على الأرض. ومش بس كده، فريقه لقى خليتين كمان غير بتاعة اسكتلندا، واحدة في شمال كندا وواحدة اتكونت فوق سيبيريا. التقديرات بتقول ان خلال الأسابيع اللي جاية العاصفة دي هتفرش على الكوكب كله، ولما تخلص الأرض كلها هتدخل في عصر جليدي جديد. أول ما جاك عرف إن نيويورك غرقت، اتصل بطليقته وبدأوا يحاولوا يعرفوا ابنهم فين. في الوقت ده سام كان بيدور زي المجنون على تليفون عمومي علشان يكلم أهله، لأن شبكات الموبايل وقعت. وأخيرا عرف يلقط خط ويكلمهم. أمه لوسي ردت فيها الروح لما سمعت صوته، وجاك نصحه بلهجة حاسمة وممنوع فيها النقاش، وقال له اوعى تخرج من مكانك مهما حصل، في عاصفة ثلجية مميتة جاية ناحيتكم. وقال له يفضل في المكتبة ويعمل أي حاجة علشان يتدفى. وعده وعد رجالة وقال له أنا جاي ياخدك ما تخافش بس استناني. وفي وسط الكلام سام لاحظ المية بتعلى، والمكالمة قطعت لما المية غمرت كابينة التليفون. لورا كانت بتصرخ ومنهكة بتنادي على اسم صاحبها سام، وكانت مرعوبة يكون غرق، بس ارتاحت جدا لما لقيت انه لسه عايش ومغرقش. ساعدته يلاقي هدوم ناشفة يغير بيها وحاولت تدفيه. وبعدين قعدوا مع باقي الناس اللي ناجوا في المكتبة. وبعد الظهر الناس محتارة تخرج ازاي من المكتبة، والكلب بودة بتاع واحد من الناجين قعد يهوهو بشكل هستيري، والناس كانت بتزعق له لحد ما لاحظوا انه بينبههم لحاجة، سفينة حربية ضخمة ماشية في الشارع وجاية ناحيتهم. في اللحظة دي جاك كان في مؤتمر صحفي مع الرئيس بليك، وقال لهم الحقيقة المرة، هيحصل إعادة تشكيل كامل للمناخ العالمي. العاصفة الخارقة دي هتستمر من 7 ل 10 أيام، ولما تخلص التلج والجليد هيغطي نص الكرة الأرضية الشمالي كله، والنتيجة إن التلج ده هيعكس ضوء الشمس والغلاف الجوي هيستقر بس على درجة حرارة زي العصر الجليدي الأخير بالظبط. فالحل اللي جاك اقترحه هو إنهم يبدأوا يهجروا الناس للجنوب فورا قبل ما العاصفة تقفل السكك، لأن ولايات زي تكساس وفلوريدا هتكون درجات الحرارة فيها أرحم شوية وممكن يعيشوا فيها. بعد الاجتماع ده وبعد ما جاك قدم كل المساعدات الممكنة لحكومة بلده، جهز نفسه علشان يبدأ رحلة إنقاذ انتحاري، لأنه لازم يوفي بالوعد اللي قطعه لابنه. الرئيس وهو قلقان على مصير الشعب قرر يسمع كلام جاك أخيرا، وأمر مساعدينه يعلنوا حالة الإخلاء فورا. في اليوم ده واحد من الناجين وهو بيمشي كلبه شاف مجموعة ناس ماشية على التلج بره، وجري يبلغ أصحابه. ولما بصوا من الشباك عسكري مرور وباقي الناس شافوا إن الناس دي بتحاول تهرب من المدينة
قبل ما الوقت يسرقهم، فقرروا يمشوا معاهم. لكن قبل ما يخرجوا سام قرر يتكلم، لأن أبوه حذره من العاصفة اللي جاية. حاول ينصحهم وقال لهم بصوت عالي لو خرجتوا كلكم هتموتوا متجمدين. ورغم انه قدر يقنع كام واحد بس، لما قال لهم ان ابوه عالم مناخ وبيشتغل للحكومة، الأغلبية العظمى طنشوه وشافوا انه كلامه تهويل. وشاف بعينه عشرات الناس قرروا يمضوا على قرار إعدامهم ويمشوا في البرد. القليلين اللي اختاروا يفضلوا مع سام بدأوا يدوروا على طرق يدفوا بيها نفسهم، وبدأوا ينقوا كتب علشان يحرقوها في الدفاية كوقود. وبعدين دخلوا غرفة الموظفين وجمعوا الأكل المعلب اللي موجود في المكن، بس اكتشفوا إن الأكل ده مش هيكفيهم يعيشوا عليه فترة طويلة. ورغم إن سام عارف إن أوروبا كلها اتغطت بالتلج وإن أمريكا هتحصلها قريب، فضل عنده إيمان ثابت إن أبوه هيظهر وينقذه، وكان بيحاول يلاقي أي وسيلة تخليه يعيش لحد ما ده يحصل. بعد كده فرانك وجيسون لما شافوا جاك مديرهم خارج في مهمة إنقاذ خطيرة، قرروا يروحوا مع جاك علشان يضمنوا إنه يوصل نيويورك بالسلامة. لكن في نص الطريق وهم في شمال فيلادلفيا، التلاتة عملوا حادثة وعربتهم غرزت في التلج. الحل الوحيد دلوقتي إنهم يكملوا الطريق ماشي على رجليهم، زيهم زي الناس الغلابة اللي سابوا المكتبة وحاولوا يمشوا للجنوب. وفعلا الناس اللي مشيت اكتشفوا إنهم أخدوا القرار الغلط، وشافوا زمايلهم بيقعوا ميتين ومتجمدين واحد ورا التاني. بعد ساعات من المشي، التلاتة جاك وفرانك وجيسون حسوا الأرض بتتشق تحتهم، وفجأة سقف زجاجي سكايلايت لمحطة مترو أو مول انهار بيهم. وجيسون الزلاجة أخدته ووقع جوه، وفرانك اتسحب معاه. ولأن التلاتة مربوطين بحبل واحد، جاك وجيسون كمان اتشدوا، بس قدروا يثبتوا نفسهم قبل ما يقعوا الوقعة القاتلة. فرانك كان مدلدل في الهواء وطلب من أصحابه يسحبوه، لكن لما السقف الإزاز بدأ يتشرخ أكتر وهينهار بيهم كلهم، فرانك أدرك إنه قدام قرار صعب ومصيري. علشان يضمن إن أصحابه يعيشوا، الراجل ده قطع الحبل بتاعه بنفسه واستسلم لمصيره المرعب ووقع مات علشان ينقذهم. ولما الليل دخل، جاك وجيسون نصبوا خيمة علشان يرتاحوا، بس عارفين إن الرحلة بعد كده هتبقى مختلفة وكئيبة. وفي نفس الليلة وزمايلهم في المكتبة عمالين يفرزوا الكتب علشان يشوفوا إيه اللي ينفع يتحرق وإيه لأ، سام انتهز الفرصة علشان يقعد مع لورا لوحدهم. كان عايز يكلمها في موضوع مهم، وهنا سام صديق طفولتها بدأ يصارحها إنه كان طول عمره بيحبها. البنت بدأت تشوفه بنظرة تانية وبدأوا يقربوا من بعض. ومع غرق البلد في التلج، ملايين الأمريكان اقتحموا حدود المكسيك بيدوروا على مأوى، والرئيس الأمريكي وعد المكسيك إنه هيسقط كل ديونهم لو وافقوا يستقبلوا اللاجئين الأمريكان في مخيماتهم. وبعد ما معظم الناس اتحركت للجنوب، الرئيس بلاك ركب هليكوبتر علشان يهرب هو كمان، بس موكبه اتعلق في العاصفة وماتوا. ولما الخبر وصل لنائب الرئيس ريموند إن الرئيس ورجالته ماتوا، اتسمر مكانه من الرعب، لأنه فهم إن هو اللي بقى الرئيس دلوقتي ولازم يقرر مصير شعبه لوحده. وتاني يوم الصبح سام لاحظ إن صاحبته لورا مش طبيعية وما صحيتش في ميعادها، وهو مرعوب طلب مساعدة أمينة المكتبة علشان يشوفوا مالها، واكتشفوا إنها بتغلي من السخونية. ولما فحصوها، برايان لقى جرح كبير في رجلها اتعورت فيه لما كانت بتنقذ الست وبنتها من التاكسي. جي دي واحد معاهم كان بيدرس طب تقريبا شاف الجرح وعرف إن الحالة خطيرة. لورا عندها تسمم في الدم، وعلشان تعيش محتاجة جرعة كبيرة من البنسلين أو مضاد حيوي قوي فورا، وإلا هيجيلها صدمة وتموت. لما سام سمع الكلام ده رفض يقف يتفرج وصاحبته بتموت، فقرر يصنع أدوات علشان يقدروا يمشوا على التلج ويوصلوا للسفينة المهجورة اللي شافوها. برايان وجيدي قرروا يروحوا معاه، وبعد دقايق التلاتة وصلوا للسفينة. واللي ما كانوش يعرفوه بقى إن الذئاب اللي هربت من الجنينة وصلوا هناك وجعانين جدا. لما سام لقى باب العيادة في السفينة مقفول، اتعلق بره السفينة وكسر الشباك ودخل وفتح الباب لأصحابه، ولقوا الدواء المطلوب علشان ينقذوا لورا. وقبل ما يمشوا دخلوا مطبخ السفينة ولقوا دولاب مليان أكل معلب، بس قبل ما يلحقوا يجمعوا الأكل، الديابة ظهرت وهجمت على جي دي. سام وبرايان اتصرفوا بسرعة وأنقذوه من بين أسنانهم، بس اتحبسوا جوه المطبخ والديابة بره بتاكل في أي حاجة تقابلها. وعلشان عارفين إنهم مش هيستحملوا البرد جوه كتير، سام فكر في خطة علشان يسحب الديابة لبره، وقال لبرايان يقفل الباب وراهم علشان يحبس الديابة بره السفينة. وفعلا سام لفت انتباه الديابة وجري لبره، وكانوا خلاص هيمسكوه، بس يادوب قدر ينفذ خطته ويحبسهم. ورجع علشان يساعد برايان يشيلوا جي دي المصاب، واستخدموا قارب مطاطي علشان يجروه عليه ويرجعوا المكتبة.
في الوقت ده في مركز العمليات جانيت استلمت صور من محطة الفضاء الدولية وطلبت مساعدة توم يحللها. الصور بينت إن عين العاصفة اللي اتكونت قطرها 24 متر وعمالة توسع، والخليتين اللي فوق أوروبا وآسيا أكبر بكتير وهيوصلوا نيويورك خلال ساعة. في اليوم ده جاك شاف جيسون زميله بيقع من كتر البرد والتعب، فاضطر يوقف مشي ويحاول يفوقه. ولما لقى جيسون جاب آخره ومش قادر يمشي خطوة كمان، جاك حطه على الزلاجة وبدأ يجره، بس رحلته وقفت لما شاف سحابة تقيلة وسودة بتقرب منهم. مع توسع عين العاصفة درجة الحرارة بتنزل بشكل جنوني بتجمد أي حاجة في ثواني. جاك لمح الخطر وبدأ يدور على مكان يستخبى فيه هو وجيسون، ولما شاف التلج بيزحف عليهم كسر شباك مطعم ودخلوا بسرعة وولعوا نار علشان يكسبوا شوية وقت ويتدفوا قبل ما يكملوا. في نفس اللحظة سام كان راجع المكتبة مع أصحابه وشاف المباني حواليه بتتجمد في لحظة. المنظر كان مرعب، الإزاز بيطرقع والمباني بتبيض من التلج. فهم إنهم لازم يجروا بأقصى سرعة وإلا هيتجمدوا أحياء، وشالوا جي دي وجريوا بيه لحد الصالة الرئيسية في المكتبة. وقبل ما التلج يدخل عليهم رموا كتب كتير في النار وقفلوا الأبواب علشان الحرارة تفضل جوه. وبنرجع لجيسون وجاك. بعد ما ناموا كام ساعة جيسون صحي، قام بسرعة علشان يكملوا مهمة الإنقاذ، وفي طريقهم شافوا مناظر تقشعر لها الأبدان، عشرات الجثث المتجمدة للناس، ودول اللي سابوا المكتبة من كام يوم ومشيوا ورا العسكري. بعد ساعات الاتنين نصبوا الخيمة تاني لأنهم اتهدوا من التعب. جيسون وهو جوه الخيمة ما كانش قادر يبطل تفكير في الجثث اللي شافها، وقال لجاك بصراحة إن فرص إن سام يكون لسه عايش ضعيفة جدا. ورغم إن جاك عارف إن ده كلام منطقي، بس قرر يتمسك بأي أمل ولو بسيط علشان يكمل ويوفي بوعده لابنه. وبعد أيام كتير من العواصف فوق أمريكا الشمالية العاصفة أخيرا قررت تهدى وبدأت تتفكك. والأول مرة من فترة طويلة رواد الفضاء شافوا الأرض صافية ودرجة الحرارة بدأت ترفع سنة سنة. لما جاك حس إن العاصفة وقفت خرج من الخيمة وتفاجئ بتمثال الحرية قدامه متغطي بالتلج تماما. وبعد ما شاف شروق الشمس اللي غابت بقالها كتير كمل مشي لحد ما وصل لمكتبة نيويورك العامة، واكتشف إن المبنى مدفون تحت تلال من التلج. ومع ذلك جاك ما فقدش الأمل وقعد يدور على أي فتحة أو شباك يدخل منه. بعد ما دخل ولف في الغرف وملقاش حد لمح ضوء أصفر خافت طالع من تحت عقب الباب. فتح الباب بلهفة ولقى مجموعة من الناس قاعدين حوالين دفاية. نور كشافه وبدأ يدور بلهفة وسط الوشوش لحد ما لقى ابنه. ولما سام شاف أبوه قام جري عليه وحضنه، وما كانش مصدق إن أبوه فعلا وفى بوعده ولقاه في وسط المستحيل ده كله. وتاني يوم جاك بعت إشارة باللاسلكي للرئيس الحالي ريموند، فالرئيس بعت طيارات هليكوبتر فورا علشان تنقذ كل الناجين اللي لقوهم. وأول ما الجو هدي الرئيس طلع في خطاب للعالم كله اعترف فيه بمدى ضآلة الإنسان وضعفه قدام قوة الطبيعة المدمرة. قال إننا سنين طويلة عشنا بوهم إننا نقدر نستهلك موارد الكوكب براحتنا من غير حساب، بس اكتشفنا إننا كنا غلطانين. ومن هنا ورايح البشرية لازم تغير طريقتها وتحترم الكوكب وتحافظ عليه قبل ما ننقرض كلنا. ولما لوسي أم سام شافت الرئيس بيعلن عن إنقاذ مجموعة ناجين في نيويورك ضحكت ودموع الفرحة في عينيها لأنها اتأكدت إن جاك وسام عايشين. وفي نفس الوقت المجموعة وهم في طريقهم للمعسكرات لورا وصحابها وهم في الهليكوبتر بصوا من الشباك وشافوا ناس تانية كتير واقفين على أسطح ناطحات السحاب بيشاوروا للطيارات، وفرحوا إن في ناس غيرهم قدروا يتحدوا العاصفة ويعيشوا. ودي نهاية الفيلم، ونتقابل في تلخيصة جديدة، وشكرا للمشاهدة.